اتصال يوصل قسم الشرطة يبلغ أن السيارة تسلا كانت طابقة لمدة يومين بإحدى الجراجات، ومن إجوا الشرطة شموا ريحة. التشبيه الأقرب لهاي الريحة هو الموت. شنو مسبب هاي الريحة؟ وليش حطها بالسيارة وعافها؟ معقولة إن هوليوود إلها يد بهذا الموضوع؟ مثل ما معودكم لأول مرة بالمحتوى العربي تغطية خاصة لقضية ديفيد وسيليست. فإذا أول مرة تشوفني عني كان مقدم محتوى راقي ويثير فضولك، فتأكد أن تسوي لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. وأهلا بيكم في كائن مشهور. مساء الخير، شلونكم؟ إن شاء الله زينين، يا رب تكونوا تمام. طبعا الحلقة مال اليوم هي حلقة حديثة وبعدها القضية ما منتهية، فإذا صار بها أي تحديث يا أما راح أنزل فيديو خاص أو راح أقول لكم التحديث بوحدة من الحلقات الجاية. فيعني don't worry، يعني لا تقلقون، في حال إنه نزل تحديث إلها راح أذكره لكم. وماكو داعي أطول بالمقدمة، هواية اللي أريد إنه تشدون حيلكم باللايك والشير، وبنفس الوقت تعلقون تعليقات حلوة مثلكم وتقترحوا لي أشياء تريدون أسوي حلقة عنها. بدل ما نطول هواية، شدوا حيلكم، جهزوا نفسكم من هاي القضية، لأن هاي القضية أريدكم تفكرون وياي وتعرفون منو هو كان القاتل. بالمناسبة القضية بعدها unsolved، فشو نبلش؟ قضيتك تبلش ويا سيليست، وخلي شوية أعرفكم على سيليست. سيليست هي بنية من أصول لاتينية، وبنفس الوقت بنية تحب الشهرة. فكان واحدة من أحلامها إنه هي تكون مشهورة، فأما تكون عارض أزياء أو مطربة أو حتى لو ممثلة، في سبيل إنه تحصل على حلم الثراء وحلم الشهرة. وبالمناسبة كانت تتابع نورث ويست اللي هي تصير بنت كيم كارداشيان، فجات تتابعها وتشوف إنه شلون نورث ويست إنه هي تلبس وتطلع وتطب، فكانت تحلم بهذا الشيء. لكن الواقع كان عكس هذا الشيء بالتأكيد. فعلى الرغم من هذا الحلم، سيليست كانت بنية كلش هادئة والكل يحبها، وكانت كأغلب جيلها تقضي وقتها على الميديا، تحديدا على تطبيق اسمه ديسكورد. بالمناسبة ديسكورد هو تطبيق يبثون بيه مغنيين وممثلين وحتى جيمرز ويحجون ويا متابعينهم. فكانت اكو واحدة من الغرف كانت تسولف بيها إنه في مرة من المرات أكو مستخدم اسمه D4ED حكى بهاي الغرفة وبدأ يسولف ويا سيليست، فبدأوا ينجذبون البعض. وبعد هذا الانجذاب قرروا إنه هم يتبادلون حسابات بعض على مواقع التواصل الاجتماعي. بالمناسبة بديسكورد اثنيناتهم ما كانوا حاطين صورهم، يعني كانوا حاطين صور فيك على مود ما حد يعرف الثاني. بس سيليست انصدمت لأنه جي فور ايدي هو ديفيد أنثوني هو مطرب بوب، يعني عنده شيء أكيد من الشكل ما راح تعرفونه، لكن من الأغاني راح تعرفونه إنه عنده أغنية طشت ب2023 اللي اسمها Here With Me، اللي هاي I Don't Care How Much It Takes، يعني أكيد تسمعيها. فهاي أغنيته المشهورة. وخلنا نبتعد شوية عن سيليست وأعرفكم على ديفيد هو من مواليد مدينة كوينز في هيوستن، تحديدا في ولاية تكساس. نشأ وكبر بعائلة مرنمة بالكنيسة. المرنمين هم هذول اللي يغنون بالكنيسة، احنا نسميهم المرتلين أو المرنمين. فعائلة فاهمة بالموسيقى وعائلة فاهمة بالغناء، فهو كذلك كان هم يحب الغناء. لكن من قل أهله إنه يريد يكون مطرب بوب وراب مشهور، أهله حاربوا هاي الفكرة، لأنه حتى بنظرهم إنه أنت إذا ما تغني للراب، وإذا أنت يعني ما حتمجد إله وراح تروح تغني بالراب والبوب، وإحنا نعرف الأغاني الراب والبوب أغلبهن هي شنو الألفاظ الموجودة بيهن، قالوا يعني نحبوا الفكرة يعني بين قوسين. فقرر بوقتها إنه يكتم الحلم مالته، لكن ما نساه، واشتغل عدة أشغال. وآخر شغلة اشتغلها هو إديتر اللعبة فورتنايت. يعني كانت تجي أكو قنوات مال جيمنج ينطوا فيديوهات اللعبة فورتنايت وهو كان يقطعها وينطيهم إياها جاهزة، وعلى ضوء ذلك كان يحصل مبلغ مالي. فالمهم كانت هاي الشغلة الأخيرة اللي اشتغلها قبل ما ينتقل لولاية كاليفورنيا. ومن انتقل لولاية كاليفورنيا بدأ ينعرف كشخص عنده صوت حلو، وبنفس الوقت بدأ يروح لاستديوهات تسجيلية وبدأ يسمعون صوته ويسووا له أغاني. فشوي شوي نجمه بدأ يصعد. ديفيد كان يشعر بالوحدة، فقرر إنه يدخل على تطبيق ديسكورد. فصدفت إنه دخل بهاي الغرفة اللي موجودة بها سيليست، وبعدين هم مثل ما قلت لكم من البداية ظلوا يسولفون ويا بعض. وهنا أني أنتجكم شلون هم اتعرفوا على بعض. وبالمناسبة
علاقتهم كانت علاقة كلش حلوة وهادئة. وحتقولوا لي هسه السؤال، كارما هل هو يعرف إنه هي عمرها 11 سنة؟ أنا أقول لكم لأ، هو ما كان يعرف. هو كان يعرف إنه عمرها 15 سنة وهو 17، بمعنى سيليست كذبت. لكن هاي المواضيع حبيت أنوركم بيها، وراح أبدي شو أسوي، أختصر كم مواضيع تافهة وأبدي أسلط الأضواء على تسلسل معين راح يخليكم تشكون بهوية القاتل. فخلونا نبلش بالأحداث المهمة. تاريخ 20/7 سنة 2022 ديفيد نزل أغنية بعنوان Romantic Homicide. هاي الأغنية من نزلها نلاحظ أكو بيها كلمات مزعجة، وبنفس الوقت يبين إنه كان ناوي نية مو زينة السلست. وبالمناسبة قبل هاي الأغنية ب3 أشهر ظاهر سلست اعترفت ديفيد إنه هي عمرها مو 15 سنة، إنه هو عمرها 11 سنة. وأني أكدت على هذا الشيء لأنه نلاحظ مدى انزعاج ديفيد بهاي الأغنية. وأني بالمناسبة دا أحلل المواقف اللي تصير، وهذا كله استنتاجاتي الشخصية، بس يعني كله مبني على أدلة. والشيء غريب إنه بتاريخ 7/9 سنة 2022 الفيديو كليب مال أغنية رومانتيك هوميسايد كان طالع ببنية شبه سلست، وكانت يعني بالفيديو اكو امور مو زينة دا تصير لهاي البنية. فبالتالي نقدر نستنتج انه شقد كان ديفيد ضايج لانه سلست كذبت عليه. بالتالي هذا الشيء يبين لنا انه كانت اكو شرخ بالعلاقة بيناتهم، لكن هذا الشرخ ما استمر، لانه نلاحظ بسنة 2023 نزل اغنية Here With Me. يعني بين قوسين هاي الأغنية اللي هي كان مفاد الليركس مالتها I don't care how much it takes as long I'm here with you. يعني بين قوسين اللي نفهم من الليركس إنه راح يبقى يحبها وراح تبقى بجانبه وراح يتزوجها أول ما تبلغ. هذا الشيء اللي فهمناه من الليركس. وبالمناسبة هنا بهاي الفترة كانوا أهل سلست معارضين هاي الفكرة، إنه هي بعدها طفلة وبعدها مو ناضجة، إنه أنت على أي أساس جاي تحبين والدخول بعلاقات، هذا الشيء غلط، هذا الشيء مو لعمرك. إنما سلست كانت مهتمة، سلست تقول أكو شهرة وأكو أضواء وأكو فلوس، ليش لا؟ بس أهلها كانوا معارضين هاي الفكرة، وكانوا بوقتها يعني أقارب سلست يتعاركون ويا ديفيد، وكانوا ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولون إنه شقد ديفيد إنسان مو زين. مع العلم ديفيد إنه صح كان يحبها، بس هو ما كان مجبور بيها، إنما هي كانت خلينا نقول ذابة نفسها أكثر. وبعيدا عن كون المشاكل صارت إلهم، راح ننتقل الأهم سنة دارت بها الأحداث اللي هي سنة 2024. بشهر 1 سنة 2024 سيليست وديفيد كانوا طالعين ببث مباشر على تطبيق ديسكورد. فأثناء كانوا مدى يحجون ويسولفون للمتابعين، قالت السبل إنه المتابعين يفتحون موضوع جيفري أبستين. وهنا أنا راح أفهمكم ليش أشاروا لهذا الموضوع، وهسه راح تبدون تقتنعون وياي أكثر. فشغلوا لي كونان اللي عندكم. I media trained you. That's controversial. It's controversial of kids. Really good. Okay, It's bye. been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my! Delete everything. Delete everything. Everything goes. Everything goes. ديفيد اكتفى إنه ما يجاوب على هاي التعليقات ولا يقراها، لكن سيليست قررت إنه تقراها بصوت وتجاوب عليها. فديفيد قال إنه هذا موضوع مثير للجدل، فقالت له أو موضوع مثير للجدل بس للأطفال. فمجرد هذا التعليق سبب ضجة كبيرة، وقرر ديفيد إنه يطلب للمشرفين إنه ينتهي البث المباشر ولازم يسدون البث المباشر. بس أكو كلمة قالت خلال هذا البث أثناء ما كان دا يقول لها إن أنت ما يصير تقولين هيجي، قال إنه أنا دربتك إعلاميا، بمعنى إنه أنت دربتها إعلاميا، يعني قال لها إنه شو الأشياء لازم تحكي بيها وشو الأشياء اللي ما تحكي بيها، وشنو ترد وشنو ما ترد، لأنه بعالم هوليوود مو كل شيء تقدر تجاوب بيه. يعني مثلا موضوع جيفري أبستين هسه بالفترة الحالية يعني يكتفي الموضوع إنه يسكتون ما يتجاوبون ويا الموضوع، عكس قبل يعني من ساعة الضجة كانت تاخذ يا معه يا ضد، واللي يسكت يعني ياخذون عليه فد إشاعات إنه هو واحد منهم. فبالتالي من حشت بهذا الموضوع فهذا الشيء ضر ديفيد. وبالمناسبة المتابعين سووا إشارة لموضوع جيفري أبستين، هي كانت إشارة إلى علاقته هو ويا سيليست، لأنه نعرف كان جيفري كان شي يسوي ويا منو،
كان يسوي طبعا ويا بنات قاصرات. فموضوع جيفري هي إشارة لديفيد إنه هو أكو شيء مو زين دا يسويه ويا سيليست. بس بتاريخ 13 فبراير سنة 2024 سيليست هربت من أهلها، هربت وتركت البيت، وبوقتها أهلها بلغوا قسم الشرطة على إنه بنتهم فقدت وما لقوا إلها أثر. وبعد عدة أيام لقوها، ومن لقوها جابوها للبيت. بس كذلك سيليست كانوا أهلها دا يضغطون عليه إن يقولوا لها التركي إنه ما يفيدك، هذا حيسبب نهايتك، هذا إنسان مو سوي. لكن سيليست ما كانت مهتمة، وقررت إنه بيوم 14 مارس إنه هي تطلع وتعوف البيت. وكذلك أهلها خبروا الشرطة إنه بنتهم اختفت، وبنتهم ما عندهم أي دليل إنه هي وين راحت وإنه يردون يجيبون بنتهم. بالتالي الشرطة هم ظلت تدور عليها، وراها بأسبوع لقوها وجابوها. بس هالمرة أهلها شلون ما أقول لكم سووا حصار عليها. حصار بمعنى مو منعوها من الأكل والشرب، لا، يعني إنه قيدوها، ما تطلع هواية أهلها، يعني واحد من أخوانها يكون وياها أو واحد من أقاربها وياها. فيعني أتمنى تكون فهمتوا الفكرة. وبتاريخ 16 إبريل سنة 2024 هي هم هربت، لكن قبل ما تهرب بعدة أيام كانت عندها محادثة ويا ولد أو بنية بس هم أصدقائها يعني على تطبيق الانستغرام. مفات هاي المحادثة توضح إنه أكو كانت علاقة تلامسية بينها وبين ديفيد، وكانت تدور الإشاعات أصلا إنه هي حامل من ديفيد، لكن هذا الشيء ما إله أي أساس من الصحة. وكانت هاي آخر مرة أهلها يشوفوها. وبالمناسبة بهاي الأثناء كان بشهر الثاني ديفيد نزل أغنية بعنوان My house is not a home. يعني نقدر نفتهم إنه من هاي الأغنية إنه هو مل إنه كل ساعة يتعارك ويا أهلها وتجي، وكل ساعة من تسوي مشكلة هي تجي وتبات يمه. هذا الشيء اللي لاحظه بالليركس كذلك مال الأغنية. ومثل ما قلت لكم إنه الإشاعات دارت على إنه هي ساكنة ويا ديفيد، لكن ما حد كان متأكد من هذا الشيء. وأكو كوما رومرز، والرومرز هم اللي يسببون الإشاعات أو الإشاعات بين قوسين. كانت تقول إنها كانت تحضر بالحفلات مالتها تكون ويا أخوه بالباك ستيج وهي تدعمه وهاي الأمور. لكن إنه هاي شلون أقول لكم كانت استنتاجات أو تحليلات الصور انتشرت عندهم. بس سيليست بالمناسبة كانت على علاقة ويا شخص غير ديفيد. فيديو انتشر أعتقد سجلته واحدة من القنوات الإخبارية ويا ولد اسمه ديميان، وليس ديميان اعترف على إنه هو كان عنده علاقة ويا سيليست، وكانوا إنه يحبون بعض أثناء فترة إنه ديفيد كان يحبها سيليست. لكن هي قالت له إنه أنا راح أهرب بسبب ضغط أهلي، وإنه أهلي ما يرضوني أعيش. فقال لها صدق قاعد تحكي لا تهربين من هاي الأمور؟ لكن سيليست قالت لا، أنا دا عالشاقة وياك، أنا أصلا ما مفكرة أسوي شي، مجرد أني أطلع أتفرج فيلم وأرجع. وهي من تاخذ خطوة تروح تتفرج فيلم هي قالت إنه أصلا تهرب. فخلال هاي الفترة نقدر نستنتج إنه ديفيد عرف إنه سيليست لعبت بذيلها من وراه. هذا الشيء اللي يسبب عنده أزمة نفسية، وبنفس الوقت اللي خلاه ينقهر. ومن 2024 إلى تاريخ 7 فبراير سنة 2025، وبهذا التاريخ ديفيد أصدر أغنية بعنوان One More Dance. الأغنية هي أوكي اسمها حلو، لكن الفيديو كليب مالتها كان غريب. يبين على إنه أكو وحدة بالفيديو تشبه سيليست، وإنه أكو وحدة جاية تنجر وتنحط بصندوق مال سيارة. وبتاريخ 8 سبتمبر سنة 2025 تلقت شرطة ولاية كاليفورنيا اتصال على إنه أكو سيارة طابقة لمدة يومين وما يعرفون منو راعيها. فمن جت الشرطة جروا السيارة وبدأوا يتفحصوها. بس أول ما فتحوا الصندوق الأمامي مالتها اكتشفوا وجود جثة متحجلة. شوفوا اللي راح أقولها ستناقلت عدة مصادر واختلفت فيه. قالوا إنه الجثة اللي لقوها متفسخة بنسبة كلش كبيرة، بس اللي لقوه هو بس الرأس والتورسو. التورسو اللي هو خلينا نقول الجزء يعني من القفص الصدري فوق. وقالوا لا، هم لقوا الجثة كاملة لكن الإيد مقطوعة. ومصدر قال إنه لقوا جثة كاملة بس متحللة، لكن اللي اتفقوا عليه إنه الجثة كانت متحللة لدرجة إنه صعب يتعرفون على ملامح الشخص.
لكن بعد ما ودوها للطبيب الجنائي أو الشرعي سووا تحليل DNA، اكتشفوا إنه صاحبة هاي الجثة مثل ما توقعتوا سيليست. وقتها أهل سيليست من وصلهم الخبر انصدموا، وحتى ديفيد بوقتها انصدم، بس بشهادة الوفاة ما تم تحديد سبب الوفاة، لأنه الجثة كانت متحيلة بنسبة كبيرة فما قدروا يعرفون شنو سبب الوفاة، بس إنه كان باقي دا يسوون تحليل السموم، وتحليل السموم إلى الآن دا يشتغلون عليه على مود يعرفون هل الجثة تعرضت إلى سم وكان هو السم سبب وفاتها. بس الشي الغريب اللي ورد بتقرير الوفاة أو بشهادة الوفاة إنه هو كان وزنها 71 باوند. هذا الوزن خلى الطبيب الجنائي وبنفس الوقت المحققين يشكون إنه هذا الوزن مو طبيعي لبنية عمرها 13 سنة. يعني أعتقد 71 باوند يطلع 40 كيلو أو 41 كيلو، أعتقد هيك شيء، فهذا الوزن مو طبيعي. فالشرطة والطبيب الجنائي قالوا إن هي على الأكيد تعرضت للتجويع وما حد كان ينطيها لا أكل ولا مي. وبالمناسبة هسه بالكم سؤال، هاي السيارة هي أصلا منو؟ هاي السيارة ببساطة ترى هي مال ديفيد، وما أعرف ليش الشرطة ما ألقوا القبض عليه، وإنه هذا الشيء حفسر لي قدام وراح يضوجكم أكثر. بس المهم نعرفه إنه ديفيد مو راح قصد أهل سيليست. أهل سيليست يعني نوعا ما مثل اللي حقروه ومرادوه. ديفيد كان عنده بذيك الفترة حفلات غنائية، قرر إنه يوقفها بعد ما درى إنه سيليست توفت، راح عزاها ورجع يكمل مالت الحفلات، بس كملها وهو شايل وياه نعش. هذا النعش كان يروح لكل الحفلات وياه، دلالة على إنه سيليست هي وياه. بالمناسبة بهاي الفترة مدير الأعمال مالته فسخ التعاقد وياه، وبنفس الوقت طلع من البيت مالته اليوم ما كانوا عايشين بيه سوا. وبنفس الوقت الشرطة داهمت المنزل مالته اللي صاير بولاية كاليفورنيا، وأخذوا الأجهزة الإلكترونية بيه على مود يحللون إنه هل هذا الشيء كان مدبر من قبل ديفيد لو إنه هذا شخص ثاني دا يحاول يلبس له تهمة. بس يا جماعة الخير ترى هاي مو أي سيارة كانت يعني اللي حطوا بيها، هاي سيارة اسمها تسلا. التسلا ترى سيارة كلش ذكية، يعني إذا تحركت يجيك إشعار، يعني إذا سوت أي شيء يجيك إشعار. فما معقولة إنه أنت واحد أخذها منك وبنفس الوقت يعني ما تدري هي وين راحت. لا ترى يعني التسلا كلش سيارة ذكية، وبالتالي أي تحرك راح يصير راح تعرف إنه هي وين. وبعيدا عن كل هذا، كمية الدلائل الموجودة بالأغاني والفيديو كليبس مالته تبين إنه هو عليه شبهة جنائية كبيرة، هو اللي سوى هاي الجريمة. ليش ما ألقيتوا القبض عليه؟ زين أوكي، ليش ما احتجزتوا للتحقيق؟ ليش ما إنه أنتوا سويتوا أي إجراء تحافظون عليه يكون موجود بقسم الشرطة؟ بس أحب أقول لكم إنه هذا هو مجتمع هوليوود. هوليوود ما تحب تضحي بواحد من مالتها الفنانين. هسه اوكي حتقولي كارما انت عفرت وكبرت الموضوع. اوكي يا عمي، خلينا نقول انهم يلقون القبض عليه بسبب انه عليه شبهة جنائية. ليش ما يلقون القبض عليه انه هو قاعد يواعد قاصر ودا يسوي وياها اشياء مو زينة؟ ليش ما يلقوا القبض عليه بهاي التهمة؟ بس احب اقول لكم هوليوود عالم بشع، وهذا الشيء كلش وارد بهوليوود. واكو نظرية طلعت تقول انه ديفيد هو قدم سيليست كتضحية للشيطان، لأنه بعد ما ماتت ديفيد صار معروف أكثر، وبنفس الوقت نجمه بدأ يلمع. وإذا لاحظت من الكلام إن الشرطة ما قدروا يسووا له شيء ولا قدروا إنه يلقون القبض عليه. ومثل ما قلت لكم نجوم هوليوود أغلبهم مقدمين قرابين للشيطان، ولذلك ما يحبون إنه أحد يحكي عليهم أو بنفس الوقت يثير مواضيع مثيرة للجدل، أو واحد منهم يحكي بمواضيع مثيرة للجدل، وبنفس الوقت الشرطة ما يقدرون يلقون القبض عليهم. لهنا أنا أخلص فيديو اليوم. عيدوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، هل تعتقدون ديفيد هو اللي سوى هاي الجريمة لو كانت الفيديو كليبس والأغاني إنه تكون مصادفة؟ حتى البنية اللي بتكون كانت بالفيديو كليب هي كانت مصادفة. تأكدوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وتنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعليق حلو مثلكم، وبنفس الوقت تعليق ثاني تقترحوا لي على مواضيع أنا أحب أطرحها بالمستقبل. وإذا أنت مهتم قصص الرعب نظريات المؤامرة كل شيء غريب فأنت بالمكان الصح. وكل نهاية أسبوع أكو فيديو جديد ينزل، وتصبحون على ألف خير ومع السلامة.